تخيل شعب جاع تعب فقد الأمل، الفساد منتشر، البطالة عالية والحرية شبه معدومة، فقرر يقول كفاية. الشارع اتحول لساحة معركة سياسية سلمية في البداية، والصوت الشعبي بقى أقوى من أي جيش أو قانون. جملة واحدة هزت أركان الدنيا: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. 25 يناير 2011 ثورة شعب. قبل 2011 بلد اللي معاه فلوس عايش في فيلم، واللي ما عندوش عايش في إعلان تبرعات. بلد المواطن ماشي فيها مكشر، مش عشان الجو حر، لا، علشان كل ما يفتح بقه ياخد مخالفة، وكل ما يسأل ليه يطلع له واحد ويقول له علشان كده إن كان عاجبك، ولو فتحت بقك تروح ورا الشمس. الفساد مش موجود، ده ساكن معانا في الشقة، بياكل من التلاجة وبيشرب الشاي قبلنا، لحد ما جه يوم 25 يناير 2011 والشعب قال للحكومة: معلش احنا اسفين بس خلاص زهقنا. هو احنا قبل 2011 كنا فقراء؟ لا لا، احنا كنا مش لاقيين فلوس ومع ذلك بندفع، وده مستوى اقتصادي متقدم جدا اسمه فقر VIP. مصر قبل 2011 ما كانتش دولة، كانت فاتورة مفتوحة، والمواطن هو اللي بيدفع وما بيعرفش بيدفع ليه. الاسعار طالعه والدخل ثابت والحكومه مطمنه: ما تقلقوش احنا مسيطرين. مسيطرين على ايه؟ مسيطرين على المواطن طبعا. الفقر ما كانش بس بسبب قله الفلوس، ده كان قهر يومي. واحد متعلم معاه شهاده يشتغل اي حاجه، وفي الاخر يسمع: انت ليه طموحك عالي كده؟ عيش عيشه اهلك ولف ورا زمايلك في الطاحونه. البطاله كانت مشروع قومي، والوظيفه يا اما بالواسطه يا اما بالدعاء. الفساد ده كان عامل زي الفيروس في كل حاجه في كل حته، ومش راضي يتحل، لا ده بيتحور وبيكبر. والحرية دي كانت حاجة بنشوفها في الأفلام الأجنبي ونقول يا بختهم. قبل الثورة معدل البطالة الرسمي حوالي 9%، الفعلي خليه مفاجأة لأن حوالي أكتر من 50% من الشعب تحت خط الفقر تقريبا. الدين العام عامل زي العيل الصغير، بيكبر كل سنة ومش راضي يعتمد على نفسه. الشاب المصري كان عنده 3 اختيارات: يشتغل شغلانة ما بتحترموش، يا إما يقعد في البيت يتفرج على نجاح غيره، يا إما يحلم، وده أخطرهم. الاقتصاد كان ماشي بمنطق: اصبر النهاردة يمكن تموت بكرة. الفساد ما كانش فساد، ده كان سيستم: عايز وظيفة واسطة، عايز واسطة واسطة أكبر، ما معكش يبقى تشربنا شاي. البلد كانت ماشية بمبدأ القانون ما بيمشيش إلا لو اتدفع له. اللي الحكومة ما حسبتلهوش حساب إن المواطن الجعان لما يمسك موبايل ويبقى عنده إنترنت يبقى خطر. فيسبوك كشف أرقام، صور، قصص وحاجات كتير كانت بتتكنس تحت السجادة. الناس اكتشفت إن اللي حصل لهم مش فردي، واللي اتسرق مش قليل، واللي ساكت هو الخسران. والدولة كانت فاكرة إن الشعب نايم، طلع لأ، الشعب كان ساكت أونلاين. فيسبوك مش موقع تواصل اجتماعي، ده بقى غرفة عمليات. كان نشرة أخبار أسرع من التلفزيون وأصدق من البيانات الرسمية. يوتيوب ده اللي فضح اللي كان بيتقال عليه ما حصلش. الإنترنت عمل اللي ما عملتوش الأحزاب في سنين: جمع الناس وخلاهم يحسوا إنهم مش لوحدهم. الناس ما نزلتش عشان سياسة ولا أيديولوجية ولا ديمقراطية سويسرية جاية من بره، نزلوا عشان إحنا مش عارفين نكمل. الهتاف ما كانش فلسفي، كان اقتصادي بحت: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. عيش يعني أكل، شغل، كرامة، يعني حاجات بسيطة جدا بس شكلها كانت تقيلة قوي. 25 يناير كان يوم الشرطة، بس مش زي أي سنة. المفاجأة الناس نزلت، مش شوية، ناس كتير من كل شكل، من كل سن، من كل طبقة. اللافتات مش محتاجة شرح، عليها كلمة واحدة: ارحل. الهتاف واضح وصريح ومش محتاج لجنة صياغة. ميدان التحرير اتحول من دوران لقلب البلد اللي بينبض بالحرية والأمل. الشرطة حاولت السيطرة: العصاية قدام الصوت. الشرطة حاولت، الناس صمدت. الغاز انتشر ورجع الشعب تاني لأيام الكحة الوطنية والخرقة المبلولة على الوش. يعني يا أيام. العصيان خلى المواطن يكتشف إنه مش ضعيف ولا قليل ولا لوحده، وكل ما القمع زاد كل ما الناس قالت يبقى احنا كده صح. الدولة قالت الاقتصاد هيقع، الشعب بص يمين وشمال وقال هو فين الاقتصاد ده؟ بعد 18 يوم اضطر مبارك للتنحي. الناس حسوا ان صوتهم له قيمة. مبارك اتنحى والفرحة نزلت الشارع، الناس عيطت، ضحكت، حضنت بعض. بس في ناس قالت استنى، احنا شلنا الراس بس الجسم لسه موجود. 18 يوم خلونا نكتشف اننا كنا عايشين في بلد مفلسة، بس محدش قال لنا عشان ما نزعلش. مبارك مشي والفرحة نزلت الشارع، بس بعد شوية الفقر لسه موجود، الدين لسه موجود، والاقتصاد عامل نفسه نايم. بس الفرق إننا بقينا فاهمين إن اللي حصل مش حظ ولا قدر ولا ظروف، ده كان اختيارات، وأحيانا كنا بندفع تمنها من غير ما نختار.
الثورة كانت لحظة عظيمة بس مش نهاية الفيلم. الشعب لما يتحد يخوف، والحرية مش هدية دي فاتورة، وإن اللي ما يكملش ثورته حد تاني هيكمل عليه. ثورة 25 يناير ما كانتش ثورة جياع بس، كانت ثورة ناس اكتشفت إنها بتدفع من غير ما تختار. الكوميديا هنا إن البلد لسه بتضحك، بس الضحكة بقى وراها سؤال: هو إحنا اتعلمنا ولا بس غيرنا النغمة؟ ثورة 25 يناير لا هي ذكرى ولا هي هاشتاج ولا إجازة، الثورة قالت كلمتها والكلمة لسه متعلقة مستنية اللي يكمل الجملة، وهتفضل الثورة عايشة جوانا. وبكده تبقى خلصت حلقتنا. أشوفكوا الحلقة الجاية.